السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ان شاء الله النهارده يا جماعة هنعمل معانا مشروب الحلبسة، او اللي هو الايه الحمص اللي بنشربه على كورنيش النيل وكده. سهل وبسيط ومكوناته بسيطة خالص. انا جبت حمص ونقعته 24 ساعة في المية، ومعايا شوية خل، معايا 3 طماطمات وليمونة وثلاث فصوص توم ونص بصلاية، ومعايا البهارات بتاعت الشطة والكمون وفلفل اسمر وملح وبس، ما بحطش حاجة تاني. دلوقتي يا جماعة هسخن مية سخنة واحط الحمص فيها وارجع لكم. دلوقتي سخنت المية، احط فيها الحمص واسيبه 10 دقايق، وبعدين احط الطلبات بتاعتي اللي هي عبارة عن الطماطم على البصل على التوم، كل ده اخلطهم في الخلاط وارجع لكم يا جماعة. انا يا جماعة سبت الحمص يستوي، هشيل الريم الابيض اللي فوق الوش عشان اقدر اعمل اللي في الخلاط في الخلطة بتاعته واحطها عليه. كده انا شلت الريم الابيض كله اللي فوق الوش بتاع الحمص. ارجع بقى نحط في الخلاط المكونات بتاعتنا. خلاط هحط فيه الطماطم، هحط فيه البصلة، هحط 3 فصوص توم، واحط نص كوبايه ربع كوبايه خل كده، لو كميه كبيره احط نص. ودلوقتي يا جماعه رجعت لكم قبل ما احط الخليط اللي انا عملته في الخلاط. هو فيه سر جميل بيدي طعم للحمص، هي مرقه الدجاج. هحطها واسيبها دقيقه وارجع احط الخليط بتاعي واسيبه يتكتك مع بعض كله ويدي طعم وريحه بتاعي. حطيت الخليط بتاعي، احط البهارات بتاعتي واسيبه بقى مع بعضه واوريه لكم. الكمون معايا، الفلفل الاسمر، سنة شطة خفيفة، اللي عاوز يشطشط يشطشط براحته، ومعايا عصرة ليمون. هحط الليمونة بقشرها. ودلوقتي الحمص في نص السوا يا جماعة، شوفوا الريحة ما اقولكوش، حكاية حكاية حكاية. انا بحب اعمله ني في ني عشان خاطر الحموضة وكده. ودلوقتي يا جماعة ده الشكل النهائي للحمص بتاعي، انا غرفته. اللي عاوز بقى يشطشطه براحته، اللي مش عاوز براحته، بس هو جميل الطعم، حكاية 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 وجميل. الواحدة كبيرة اهي. اوعوا تنسوا اللايك يا جماعة وصلوا على النبي كده، اوعوا تنسوا اللايك وصلوا على النبي.